شهر 3 اللي فات 2022 البنك المركزي المصري كان عمل اجتماع استثنائي وقرر ان هو يرفع الفايده. ومش بس كده، بعد ما هو قرر ان هو يرفع الفايده لقينا ان البنك الاهلي وبنك مصر زودوا برضو الفوائد وعملوا شهاده جديده. الشهاده دي اللي هي ب 18%. 18% ايه؟ لمده سنه. البنك الاهلي وبنك مصر كانوا عملوا الشهادات ديت عشان خاطر مواجهه الدولار او مواجهه التعويم اللي حصل ساعتها، لما لقينا ان كان سعر الدولار كان ساعتها بينافس ب 15 جنيه 66 ومره واحده طلع ل 18 و19 جنيه ساعتها في الوقت ده. المهم احنا خلاص قربنا على شهر 3، فاضل تقريبا 15 يوم او 20 يوم بالكتير جدا، ويبتدي ايه يستحق شهادات اللي هي 18% اللي هي الناس كانت ربطتها السنه اللي فاتت. وكان داير اسئله كتير جدا، هل هيطرح شهادات جديده ولا لا؟ ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه؟ وكنا جاوبنا عليها او توقعناها، مش جاوبنا عليها، توقعنا ايه في الفيديو اللي احنا عملناه الاسبوع اللي فات. اتكلمنا عن الموضوع ده شويه او قلنا ايه اللي ممكن يحصل. المهم الناس برضو لسه بتتكلم ايه اللي هيحصل في شهادات 18%. فلقيت واحد من المتابعين باعت لي رساله مبعوته له من البنك الاهلي، مبعوت له ايه؟ ان الشهاده بتاعته هتتجدد تلقائي على 16%. تعالى كده نبص مع بعض. زي احنا شايفين على الشاشه هنلاقي نص الرساله كالاتي: عميلنا العزيز، يرجى العلم ان الشهاده البلاتينيه السنويه ذات العائد الشهري 18% المتحفظ عليها ستجدد عند الاستحقاق على الشهاده البلاتينيه 3 سنوات ذات العائد الشهري وفقا للسعر المعلن. للمزيد يرجى زيارة أقرب فرع. لحد دلوقتي السعر المعلن اللي هم قايلينه في الرسالة كام؟ السعر المعلن اللي هو قايلينه في الرسالة 16%. يعني هي لما تيجي تتجدد هتتجدد على كام؟ هتتجدد على 16% شهري. العائد بيصرف شهري. فهتيجي تقول لي ايه ده ايه ده ايه ده؟ وبعدين يعني ايه كلمة تحفظ؟ يعني ان هم هيتحفظوا على الشهادات بتاعتنا وهيربطوها غصب عننا على 16% العائد بيصرف شهري؟ هل ده منطقي؟ هقول لك لا. يمكن معظم الناس او العميل اللي بعت لي الرساله دي هو كان فاهم غلط او كان عنده تخوف غلط. خلينا اشرح لك موضوع سريع كده او ليه اتبعت له الرساله دي، مع العلم ان الرساله دي ما اتبعتتش لكل العملاء، هي اتبعتت لعملاء معينين. طب اشمعنى هو من الناس دي؟ النهارده لما باجي اعمل الشهاده ده بيبقى عقد ما بيني وما بين البنك، خلاص ان انا ايه هربطها لمده معينه، وخلاص ايه ساعتها اخر المده يا اما تتفك يا اما تتربط على الشهاده اللي الجديده او الشهاده او السعر المعلن ساعتها. طب انا دلوقتي كمحمد انا مش عايز الشهاده بتاعتي تتربط على الشهادات اللي هي موجوده ساعتها، او عايز الشهاده بتاعتي في اخر المده تبقى خلاص يعني ما تتربطش، تفضل تنزل في الحساب واشوف انا هربطها على ايه. اللي بيحصل وانا لو بربط اونلاين او لو بربط عن طريق الفرع، ببلغ الفرع مثلا بقول له ايه ان انا عايز اخلي التعليمات ان مع استحقاق الشهاده او مع نهايه الشهاده خلاص ما تتربطش، عايزها تنزل في الحساب تاني. وساعتها انت بتكتب رقم الحساب اللي هو هتنزل فيه. طيب لو انت بتعملها عن طريق الاونلاين، انت بتدوس كده على عند استحقاق الشهاده انت عايزها رينيول او ان انت عايزها تتجدد تلقائي، هتقول له لا انا عايزها ايه على الماتيوريتي او على نهايه الفتره ان هي تنزل في الحساب. بعد ما تنزل في الحساب بيقول لك، بيطلع لك كده خانه كده تحتيها بيقول لك انهي حساب اللي انت عايزها تنزل فيه، وانت بتختار الحساب وبناء عليه بتعمل ايه سيف وخلاص ايه والشهاده بتتربط. فانت هنا عشان خاطر تتفادى موضوع التجديد التلقائي اللي بيحصل على الشهادات عند الناس لما بتيجي تربط، بالذات في الاهلي ومصر، لما تيجي تربط تبقى انت عامل او سايب تعليمات ان هي ايه ما تتجددش تلقائي. لان في ناس اللي بيحصل ان هو بينسى الشهاده، بعد ما بينسى الشهاده بيجي يقول لك ايه، بيجي تلاقيها اتربطت تلقائي. البنك الاهلي مثلا بيسيب لي شهر ان انا ايه اروح ممكن اكسرها بدون عموله كسر. طب افرض انا نسيت، عندي مشاغل كتير جدا وعديت الشهر، ايه اللي بيحصل؟ لو انا نسيت وعديت الشهر هلاقي نفسي داخل في دوامه كده ان انا ايه خلاص اتربطت بقى على السعر الموجود ساعتها. طب ما ده مش افضل استثمار ليا، لا هضطر استنى 6 شهور وهكسرها كمان بعموله كسر. يبقى كده ده ايه ده لما باجي مثلا اربط شهاده وايه اللي بيحصل عند الاستحقاق. طيب ايه بقى موضوع برضو تاني، موضوع التحفظ دوت. طيب انا النهارده لما باجي اربط شهاده ساعات كده بتلاقي موظف البنك يقول لك ايه، حضرتك يا فندم مش عايز تعمل كارت ائتماني او كارت مشتريات؟ ده كارت مشتريات ده اللي هو لفظ الدارج، كارت ائتماني. مش عايز تعمل كارت ائتماني على الشهاده دي؟ كده كده مش هتدفع حاجه، انت كل الموضوع ان انت عندك شهاده هطلعك عليها كارت ائتماني بس. فانت بتقول ايه، ماشي يا عم طلع لي كارت ائتماني. حلو. دي اسمها ايه؟ دي اسمها يعني بيديك تسهيل ائتماني. يعني ايه تسهيل ائتماني؟ تسهيل ائتماني هو بيديك قرض يا اما كارت
ائتماني. قرض ده اللي هو بيديك فلوس، كارت ائتماني بيديك بلاستيكه كده، البلاستيكه دي فيها فلوس، دي بتاعه البنك اصلا، انت بتسددها ايه وتدفع. بالمناسبه احنا كنا عملنا فيديو كامل ايه هو الكارت الائتماني، هتلاقي الفيديو ده ظهر كده فوق او هتلاقيه موجود تحت. الفيديو ده بيشرح لك تفاصيل كارت ائتماني بالتفصيل. المهم يعني ده اسمه ايه؟ تسهيل ائتماني. طب عشان تاخد تسهيل الائتماني تاخده بضمان ايه؟ يا اما من غير مضمن اللي هو بضمان المرتب مثلا، يا اما مضمن. مضمن ده اللي هو ايه؟ لو انت بقى مالكش شغلانه او اي حاجه، او انت مثلا مش عايز تجيب ورق، مضمن ده اللي هو بضمان الفلوس اللي موجوده عندك. فهو ساعتها اسهل حاجه كنا بنعملها كموظفين بنوك ان انت تروح تدي لحد قرض كده، او تدي له كارت ائتماني بايه؟ بضمان الشهاده اللي عنده، ولا بيحتاج ورق ولا بتاع، بقى بمضيه فورمه كده وفي ثانيه ايه بيطلع له اللي هو عايزه. طيب المهم هو خد بقى تسهيل ائتماني، خدت انت كارت ائتماني بضمان ايه؟ بضمان فلوسك. طيب الكارت الائتماني انت شغال مثلا بتصرف بيه عليه مديونيه او ما بتصرفش بيه، خليني اقول لك الحالتين. طيب المهم ان البنك مديك اكنه مديك كارد او مديك حاجه بضمان الفلوس دي. طب نفترض بقى دلوقتي خلاص عدينا السنه، وخلاص المفروض دلوقتي نضطر ايه؟ خلاص الشهاده هتتكسر. البنك يقول لك لا يا حلو، اكسر لك ايه؟ انا مديك اصلا كارد او مديك كارت ائتماني بضمان الفلوس دي، فلا انا هفضل رابطها عندي لحد ما نشوف ايه، لحد ما تقفل ده. فساعتها انت لازم تعمل ايه؟ فساعتها انت عشان خاطر تتفادى الموضوع دوت لازم تقفل الكارت الائتماني. طب نفترض انت مستخدمه، يعني انا دلوقتي مستخدم الكارت الائتماني، اعمل ايه؟ لو انا دلوقتي مستخدم الكارت الائتماني لازم اضطر اسدد المديونيه اللي عليه، وبعد ما اسدد المديونيه اللي عليه اقفله. بيجي بقى السؤال هنا بقى، وتلاقي عملاء كتير جدا 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 تيجي تتخانق معانا، تيجي مثلا يقول لك ايه؟ انا عايز اقفل الكارت دلوقتي. تقول له ماشي يا فندم خلاص هقفله لك. يقول لك طب ماشي يلا انا عايز بقى مخالصه، او عايز اقفل الكارت بتاعي عشان خاطر ايه؟ اصفي الضمانه. فتيجي ايه موظف مثلا يقول لك ايه؟ لا مش هينفع اقفله لك قبل شهر، يعني انا هوقف لك كارت بس مش هينفع يعني اديك مخالصه او اوقف لك الضمانه خالص الا بعد شهر. فتيجي تقول له شهر ليه يا ابني؟ انت كده معطلني ليه شهر؟ طيب هشرح لك سريعا كده ليه بنستنى شهر. بنستنى شهر ببساطه شديده جدا جدا عشان خاطر انت النهارده عامل معاملات. انت لما بتيجي تشتري تمام، بيجي خلاص الفلوس تطلع من حسابك بتحط على الهولد. بعد ما تحط على الهولد هي لسه ما اتحصلتش، التاجر او البنك التاني بيطالب بالفلوس دي. فبعد ما بيطالب بالفلوس دي ايه اللي بيحصل؟ بتتاخد من الهولد هنا وتروح لحساب بقى الشخص التاني او في البنك التاني. طيب نفترض ان ايه؟ ان هو دلوقتي ما طالبش بيها، البنك بيدي مهله شهر ان هو تفضل متعلقه على الهولد. لو عدى الشهر والتاجر التاني او البنك التاني ناس ان هو يطالب بيها بترجع. وكانت حصلت معايا قبل كده مره، تاجر ما طالبش بالفلوس بعد شهر متراجعه لي تاني، واضطريت هنا ايه؟ ان انا ساعتها اكلم بقى التاجر دوت وان هو يسحبها، وكان القصه بتاعه عشان يضطر يسحب فلوسه والبيش. فاحنا ايه؟ بيبقى عندنا شهر نقدر نشوف المعاملات على. طب افرض انت النهارده دلوقتي يعني مش عامل معاملات، طب انا برضو افرض انت كان عامل معامله قديمه ولسه ما عداش عليها شهر، فانا لازم بامن نفسي كبنك بستنى الشهر لحد ما ايه؟ الفلوس خلاص يعني الشهر يعدي ما يحصلش اي حاجه، اي تعاملات او اي حاجه، وانا كده موقف لك الكارت عارف ان انت مش هتقدر تستخدمه. فالشهر يعدي، بعد ما الشهر يعدي هنا ساعتها ببتدي اعمل ايه؟ ببتدي هنا خلاص بقى اقفل الضمانه، ابتدي بقى اقفل الكارت، الغي كريدت ليميت او الغي الحد الائتماني. بعد ما الغي الحد الائتماني ببعت بقى الاداره ان خلاص الكارت اتلغى وبتاع، فكوا التحفظ على الشهاده. فانا ببعت لاداره ايه؟ اداره مثلا اللي هي بتاعه الشهادات او اداره الليابيلتيز او المهم ايه يا جماعه لو سمحت، على حسب طبعا الاداره في كل بنك، يا جماعه لو سمحت فكوا التحفظ على الشهاده دي. فساعتها الشهاده دي بقت مفكوك التحفظ عليها. فلما تفك التحفظ عليها ساعتها يا اما لو هي خلاص خلصت بتقدر تنزل في الحساب على طول، او لو هي ما خلصتش بيفتح لي الفيسابيلتي او بيفتح لي القدره ان انا اقدر ايه؟ اكسر الشهاده. لان النهارده افرض جالي العميل ده وعنده كارت ائتماني تمام، وجالي العميل ده مره واحده قال لي ايه؟ قال لي يا محمد انا عايز اكسر الشهاده دلوقتي، انا محتاج الفلوس. اقول لا كل سنه طيب، ما اكسرها لك ازاي؟ انا اصلا لو انا جيت اقدم طلب مش هيتقبل لانها مقفوله معمول عليها بلوك على السيستم، فانا مش هقدر اصلا اطلب ان انا استرد الشهاده لانها خلاص متحفظ عليها. فلازم الاداره اللي هي بتاعه الليابيلتيز مثلا او اداره اللي هي بتاعه الشهادات ان هي تفك لي التحفظ عليها عشان اقدر اكسرها. طب عشان تفك التحفظ عليه يبقى مثلا مفيش اي ضمانه طالع، او مفيش قصدي اي تسهيل ائتماني طالع بضمانه. دي كانت كل التفاصيل بتاعه الرساله اللي احنا عرضناها على الشاشه. شرحت لك كده موضوع الكارت الائتماني بيشتغل ازاي، طب الضمانه دي بتطلع ازاي، طب ايه كل سيتويشن عشان خاطر انت لو رايح البنك وحد قال لك حاجه، طب انت
في الصوره. انا شرحت لك بقى كل الموضوع ده كامل المطبخ، شرحت لك كل حاجه، وانا مبسوط بالرساله اللي اتبعتت لي من الشخص المحترم دوت، لان ده بيخليني اقدر مثلا اشرح لحد، او لو في تخوف ما جه بيخليني اقدر اشرحه واقول لك مثلا هي الكلام ده صح ولا لا. فلو حد عنده اي مشكله او اي حاجه رساله جات له من كده، او مشكله عامه بتقابله في البنك، يا ريت يكتب لي في التعليقات، وانا بشوف الرسائل دي وبعملها عن طريق يا اما انا برد عليها دايركت، يا اما لو الرد طويل جدا جدا ما بردش عليها، بعمل لها مثلا شورت على الفيسبوك، يا اما بعمل لها فيديو صغير على التيك توك، يا اما بعمل لها فيديو صغير على الانستجرام وبشره معاك، خلي بالك. فالفكره في ايه؟ ان انا في الاخر برد عليها، بس لو حاجه طويله ممكن ما اردش عليها في التعليقات، بس هرد عليها في فيديو بقى كامل، يعني محتاجه لها دقيقتين كده، فانا مش هقعد اكتب بقى دقيقتين، فهعمل لها فيديو صغير. لكن لو حاجه صغيره ممكن ارد عليها. فيا ريت يا ريت تكتبوا لي كل مشاكلكم في التعليقات، وانا ان شاء الله اقدر ارد عليها كلها في اقرب وقت. اتشرفت جدا جدا متابعتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك، اللايك ده بيفرق معانا وبيدعمنا في القناه، والاشتراك في القناه برده بيفرق معانا جدا جدا. يمكن انت دوسه مش تفرق معاك، بس الدوسه دي تفرق معانا، بيدعم مجهودنا. واشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم.